السلام عليكم. النهارده الحقيقة أنا أقدم رسالة بس للمؤيدين بتوع السيسي لحد دلوقتي. يعني أنا مش عايز أشتمه وأحافظ على الناس اللي بتتفرج برضه على الفيديو كده. فبس الرسالة ديت للمؤيدين بتوع السيسي. نفسي أعرف إيه اللي أنت شفته حلو منه لحد دلوقتي من ساعة ما مسك لحد النهارده. نفسي حد يطلع يتكلم كده، او حتى بالكتابه بلاش يتكلم في التعليقات، يقول الراجل ده عمل ايه كويس للبلد من ساعه ما مسك بقاله 8 سنين وقبلها بسنه كمان، يعني حوالي نقول 8 سنين من 2014. ايه اللي عمله كويس؟ وبلاش نغمه ان هو خلصها من الاخوان، عشان احنا اصلا ما شفناش حاجه وحشه من الاخوان اصلا. وطبعا اللي عاشش في دماغ الناس ان هم ارهابيين وان هم كذا، اللي بركه في الاعلام المعرس، يعني اللي دايما ليل ونهار ما عندوش شغل الا ارهاب وقتل ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. فطبعا الناس يعني بيقول لك ايه، الزن على الودان امر من السحر، من طول النهار عمالين يسمعوا ده عمل وسابوا وعمل وسابوا، خلاص انزرع في عقولهم ان هم ارهابيين وان هم كذا. فسيبونا من حته ان هو ايه قضى على الاخوان والكلام ده. يعني الاخوان فصيل من البلد، يعني ايا كان في اختلافات معاهم في وجهه النظر والكلام ده، المهم يعني مصريين، ناس مصريين مش يهود يعني. ما علينا، نقول بس يعني ايه اللي هم شافوه منه كويس لحد دلوقتي وبيأيدوه ليه لحد دلوقتي، مع ان كل القرارات اللي بيصدرها مش في صالح البلد. وطبعا زي ما بقول لك ايه، اللي بيشوفش من الغربال يبعنا. يعني الراجل ماسك البلد والدولار كان ب8، النهارده وصل قرب من 31 اهو في البنك. يعني ما هو دي الارقام اللي بتتكلم. اللي اعرفه ان لما يكون واحد ماسك البلد وراجل قوي وراجل اقتصادي قوي والكلام ده، ان هو الاقتصاد يكون مستقر على الاقل. انما الاقتصاد طول يعني دايما في انهيار. فانا اعتقد والله اعلم ان الناس اللي مؤيده لحد دلوقتي هم اصلا مش مؤيدين ولا حاجه، يعني هم عندهم زي ما تقول ايه، زي ما تقول خزي كده وكسوف ان هم يتكلموا في حاجه، يقولوا اه والله احنا كنا غلطانين. والله متاكد ان شريحه كبيره منهم دلوقتي حاليا هم اصلا مكسوفين من نفسهم، وطبعا ما يقدروش يقولوا الكلام ده، يقولوا اه ده لا، ده احنا ده متمسكين براينا حتى لو هو غلط. يعني حتى لو رايهم غلط برضه هيتنهم متمسكين، خوفا من ايه؟ من الجرسه والفضيحه. عارفين لما واحد يقول له انت كنت فين؟ يعني يا عمي يقول لك لا يا عم ده كنت ترجع. فانا بقول لك يا عمي، لما حتى لو انت يعني انك انت ترجع متاخر خير لك انك انت ما ترجعش خالص. الناس هتتقبلك، والله الناس هتتقبلكوا يا جماعه. بس قولوا لنا الراجل ده عمل ايه للبلد كويس يا اخي، حتى وعونا يا عم، يمكن احنا مش واخدين بالنا، عرفونا والله عمل كذا. بس ما تقولوش لا كباري بقى ولا اصول رئاسيه، احنا لا هناكل من الكباري ولا هنسكن في الاصول الرئاسيه. يعني قلنا حاجه عمليه على ارض الواقع، بنى مصانع، شغل ناس. حتى الحاجات اللي هو عملها، اللي يقول لك عمل مزارع ثروه سمكيه، جه السمك غلي وبيستورد سمك كمان من روسيا. المفروض انك انت عملت المصانع دي يبقى عندك اكتفاء ذاتي، ده اللي اعرفه. مش انك انت تعمل مصنع او تصنع مثلا منتج معين وفي نفس الوقت تستورده برضه من بره، يبقى انت ما عملتش حاجه. يبقى في ناس فئه معينه هي اللي هتستفيد من اللي انت عملته دوت، مش الشعب. فما تستغربوش يا جماعه من الاعلام اللي هو دايما كل يوم يقعد يطبل ويزمر للسيسي. ده موجود من زمان، ومش من 50 سنة ولا من 70 سنة، لا ده من أكتر من كام؟ من 150 سنة موجود. الناس اللي بتعرس في الإعلام موجودين من زمان قوي. يعني لو ترجعوا حتى جريدة الأهرام من سنة 1800 وكام، هي ثورة عرابي كانت إمتى؟ مش عارف 1880 ولا إيه، لما كانوا طلعوا إن أحمد عرابي إن هو إرهابي. ارجعوا للصحف ديت، والله كاتبين كده، يقول لك العاصي احمد عرابي. وكانوا بيهللوا للاحتلال الانجليزي، وكانوا مصريين برضه يطبلوا النهار في الجرايد يكتبوا اهلا بالاحتلال الانجليزي، وكانوا زمان يسموها البياده.
وما زالت يعني اسمها البيادة دلوقتي، بس هو كان يعني الجيش زمان كانوا يسموه البيادة. يقول لك أهلا بالبيادة الإنجليزية ودخولها مصر، افرحي يا مصر وهللي عشان إنجلترا دخلت واحتلتك. ده كان الإعلام المصري زمان. طبعا على أمثالهم دلوقتي أحمد موسى وعمرو أديب ولميس وعمرو والديهي وكل الأسطول ده كله برضه بيطبل للفاسد. فما تستغربوش، دي جينات موجودة في الإعلام المعرص للأسف، وآسف على اللفظ يعني. فأنا برضو ما زلت بقول الرسالة ديت لمؤيدين السيسي، يا ريت تراجعوا نفسكم، لأن احنا كنا في مركب واحد، ولازم يعني يكون في عندكم عقل ويكون عندكم فطنة. مين اللي بيسعى لمصلحة البلد ومين اللي بيسعى لخراب البلد؟ يمكن ما فيش حد أصلا ظاهر دلوقتي إن هو يقود، يعني حتى الناس اللي هم المعارضين على النظام ما فيش حد يقودهم للأسف، ولا في حتى حد على الساحة كده إن احنا الناس تلجأ له. بس ربنا قادر على كل شيء، ربنا قادر إن واحد يظهر كده في لحظة هو اللي يقود الناس دي كلها ويلمهم تاني حواليه. وأقولي بس إن السجون مليانة، خيرة شباب مصر موجودة في السجون، خيرة شباب مصر موجودة في السجون، واللي هم قادرين يرجعوا البلد دي تاني في أقل من سنة. وإن شاء الله ربنا هيستجيب لدعائنا كلنا بإذن الله. وربنا يرد لكم عقولكم يا رب، ربنا يرد لكم عقولكم. السلام عليكم.